السلام عليكم. أنا أحمد حتاتة، وهنا بإذن الله هنتعلم مع بعض البرمجة بطريقة سهلة وبسيطة، وده تاني فيديو في سلسلة تعليم البرمجة للمبتدئين. لو أنت لسه جديد في المجال أو حتى عايز تطور مهاراتك، الفيديوهات دي معمولة مخصوص ليك. ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا بينا. أول حاجة هننزل محرر الكود اللي احنا هنشتغل بيه، وفي أكتر من برنامج محرر كود زي فيجوال ستوديو كود أو النوت باد. سواء هنشتغل على ده أو على ده مش هتفرق خالص، هما الاتنين هيطلعوا نفس النتيجة. إن شاء الله هنشتغل بفيجوال ستوديو كود. أول حاجة هنروح على جوجل كروم ونكتب فيجوال ستوديو كود، فيجوال ستوديو كود، ونضغط على أول لينك، وهنا هيظهر لينا داونلود فور ويندوز. طبعا معظمنا بيستخدم ويندوز، فهنضغط عليه وإن شاء الله يتثبت معاك. ودي الشاشة اللي هتظهر لنا أول ما ثبت البرنامج. عايزين بقى ننشئ الملف اللي هنشتغل عليه. أول حاجة هروح للمكان اللي هنشئ فيه الملف، بعد كده كليك يمين، نيو فولدر، هسميه مثلا فيرست بروجكت. ارجع تاني للفيجوال ستوديو كود، من فايل نختار اوبن فولدر، ونروح للمكان اللي انا عملت فيه الملف اهو فيرست بروجكت، وبعدين سيلكت فولدر. تمام جدا، لحد هنا الدنيا جميلة ومفيش اي مشكلة خالص. نيجي بقى نعمل نيو فايل، او كليك يمين ونيو فايل، هما الاتنين واحد ومفيش ادنى مشكلة فيهم. تمام، نيو فايل. نيجي بقى للتسمية. التسمية فيها تريكة كده، مش مطلوب منك تعرفها دلوقتي، بس ان شاء الله هنقولها في فيديو تاني. هنسمي الملف مثلا احمد دوت. هنا بقى نيجي للامتداد اللي هو الاكستنشن. عندنا ممكن اعمل الملف بتو اكستنشن. اول حاجة HTML هعمله وهيشتغل عادي خالص ومفيش ادنى مشكلة. تمام. الامتداد التاني نعمل بس رينيم الاول. الامتداد التاني HTML. نيجي نجرب كده اهو، نيجي نجرب كده، دي كده HTML والدنيا تمام ولذيذة ومفيش اي مشكلة. ملحوظة يا شباب، لو عايز تشوف نتيجة الكود اللي انت كتبته، هتروح للمكان اللي انت عملت فيه الملف وتضغط عليه بس كده، وهنا هتظهر النتيجة اللي انت كتبتها. تمام جدا. اول حاجة لازم يبدأ بيها الملف بتاعك حاجة اسمها دوك تايب HTML. دوك تايب HTML يعني ايه دوك تايب HTML؟ اول حاجة دوك تايب اختصار لي دوكيومنت تايب. دوكيومنت تايب، جميل. الدوك تايب ده مش HTML تاج، لكن امر للبراوزر بنقول له بالبلدي خالص الصفحة دي مكتوبة بلغة HTML، وبالتحديد HTML5. يعني هي مش عنصر بيظهر في الصفحة، لكن الدوك تايب ده نمط اللي الصفحة بتنعرض بيه، ألا وهو HTML5. تعال نطبق الكلام ده عملي. أحذف الدوك تايب ده وهكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، واضغط سيف. تيجي هنا بقى نشوف الشغل. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، بص هنا ظهر، هنا اهو، هنا ظهر في النتيجة. تعال نكبر كده، هنا ظهر. لكن لو حذفنا ده، كتبنا دوك تايب HTML وعملنا سيف، مفيش حاجة ظهرت. ليه؟ لأن الدوك تايب ده مش بيظهر في الصفحة. تمام جدا. طب ليه الدوك تايب دي مهمة؟ في أنماط مختلفة البراوزر ممكن يشتغل بيها، ودي معلومة مش مهمة، بس إيه لازم تكون عارفها من باب العلم بالشيء. عندنا حاجة اسمها ستاندرز مود وكويركس مود. الفرق اللي بينهم بكل بساطة، لو أنا كتبت الدوك تايب ده الصفحة بتاعتي هتكون من النوع ستاندرز مود. لو أنا ما كتبتش الدوك تايب الصفحة بتاعتي هتكون من النمط كويركس مود. وده الفرق بينهم بكل بساطة. تشبيه بسيط للدوك تايب، تخيل إنك داخل امتحان وأول حاجة لازم تكتب اسم الامتحان. نفس الفكرة، أول سطر في صفحة الويب بنقول للمتصفح لصفحة HTML5
الخلاصة بقى، الدوك تايب ده مش بيظهر في الصفحة، لكن بيكون إعلان عن نوع الصفحة اللي هي HTML5. تمام. ولازم يكون أول حاجة في الملف. نيجي بقى للحاجة اللي بعد كده، ألا وهي HTML. HTML هي الجذر الأساسي أو الروت إليمنت لأي صفحة ويب. كل حاجة في الصفحة لازم تكون داخل الكود ده. تمام. مكانه بيكون بعد الدوك تايب على طول. تمام. وهو أول وآخر حاجة بتظهر في الصفحة. تعال نشوف مع بعض. دي صفحة جوجل، هنجيب فيو بيج سورس. تمام. أول حاجة زي ما اتفقنا هي الدوك تايب HTML. جميل. اللي بعدها على طول HTML. محدش يركز في الكلام ده يا شباب، هنشرحه في فيديوهات جاية بإذن الله. تمام. آخر حاجة في الصفحة HTML. تمام. زي ما اتفقنا كل حاجة في الصفحة لازم تكون داخل الكود ده أهو كده. 10/10 والدنيا جميلة ولذيذة. طب نيجي بقى للحاجة اللي بعد كده، ألا وهي الهيد. الهيد هو الجزء الخاص بمعلومات الصفحة اللي احنا ما بنشوفهاش. المحتوى اللي جواه مش بيظهر مباشرة للمستخدم، لكنه مهم جدا. ليه؟ لأنه بيضم بيانات الصفحة زي مثلا العنوان وإعدادات اللغة والميتا داتا. من أهم العناصر اللي جواه حاجة اسمها تايتل. تايتل دي بيحدد عنوان الصفحة. نيجي مثلا نشوف هنا التايتل نيو تاب، عنوان الصفحة نيو تاب. نيجي نشوف هنا أو نيو تاب. تعالى بقى نطبق مع بعض. هنسمي مثلا الصفحة دي وليكن حتاتا أكاديمي. جميل جدا. ندوس سيف ونيجي هنا أهي، شوف ظهرت أهي حتاتا أكاديمي كده. جميل خالص. نيجي بقى لآخر حاجة، ألا وهي البادي. تاني البادي. البادي ده هو الجزء الخاص بالمحتوى اللي احنا بنشوفه. كل حاجة المستخدم بيشوفها على الشاشة، سواء نصوص أو صور أو فيديو. كل حاجة المستخدم بيشوفها على الشاشة سواء نصوص أو صور أو فيديو بتتكتب جوه البادي. بمعنى تاني كل اللي بتعرضه الصفحة بيكون داخل البادي ده. طب فين مكانه؟ مكانه بيكون بعد الهيد. نيجي ناخد مثال عليه. تمام. نيجي ناخد مثال عليه. ده باراجراف. This is a paragraph. وبإذن الله الباراجراف ليه فيديو مخصوص معانا. تمام جدا. نيجي نشوف أو this is a paragraph. أي حاجة بتتكتب في البادي بتظهر معانا زي ما شفنا كده. نيجي بقى نراجع مراجعة سريعة. نجيب view page source. أول حاجة دوك تايب HTML زي ما اتفقنا. بعدها HTML بتظهر في بداية ونهاية الصفحة. جميل. بعد HTML الهيد. الهيد فيه element مهم اسمه تايتل. التايتل ده بيعمل ايه؟ بيحدد عنوان الصفحة. جميل جدا. نيجي للحاجة اللي بعد الهيد ألا وهي البادي. البادي كل حاجة المستخدم بيشوفها على الشاشة زي ما شفنا مع بعض. ادي كده البي ده ايه؟ البي ده باراجراف. نيجي نشوفه هنا اهو باراجراف. This is a paragraph. This is a paragraph. تمام جدا. وبكده نكون وصلنا بفضل الله لنهاية الفيديو. لو الفيديو فادك ما تنساش اللايك والاشتراك وشير مع صاحبك. ولو عندك أي سؤال أو نقطة مش فاهمها اكتب لي في التعليقات. إن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي.